السلام عليكم. نصيحة كده، لو هتروحي حديقة الحيوانات الفترة اللي جاية ديت، طبعا احنا في اجازة وكل الاطفال خدوا الاجازات، وفي ناس بتمتحن وهتاخد برضو الاجازات. ايا كان الدنيا زحمة جدا. بعد الساعة 12 متعرفيش تتفرجي على الحيوانات ولا تستمتعي بالمكان ولا الحديقة. لو هتروحي حديقة الحيوانات روحي قبل الساعة 12 عشان تقدري تستمتعي بالمكان وتاخدي صور حلوة مع الحيوانات وتتفرجي عليها وتقدري تأكليها وتقدري تشوفيها عن قرب، وتكون لسه صاحية وتشوفي المكان وهو رايق ونظيف. لا غزل. طبعا الزرافة معرفتش اصورها من قريب، ولا عرفت اكلها، ولا عرفنا نتصور معاها عشان الزحمة. هنا جبالة القرود بقى عملت لكم زوم للتصوير، بيلعبوا على المراجيح، وهنا القرد نازل هو وابنه عشان ياخدوا الاكل اللي بنحدفه لهم زي ما انتم شايفين كده. هنا البندرات بقى الفرد فيها ب 15 جنيه. المسافة اللي بتلفيها زي ما انت شايفة كده، الكوبري اللي معمول دوت بتمشوا من تحتيه وترجعوا تاني. لو اسرة من 4 افراد هيدفعوا 60 جنيه عشان المسافة الصغيرة ديت. زي ما انت شايفة كده، انا هجيب لك المسافة كلها اللي هناخدها واحنا بنلف كمان. هي دي المسافة اللي انت هتشوفيها، اللي انت شفتيها معايا في الفيديو، هي دي اللي احنا خدناها. يعني لو اسرة زي ما قلت لك من 4 افراد هيدفعوا 60 جنيه عشان اللفة الصغيرة ديت. هي ممتعة، والموسيقى كمان اللي شغالة حلوة قوي. لكن في الاخر مسافة صغيرة جدا تدفعي 60 جنيه علشان اللفة البسيطة ديت. اهي دلوقتي كده هنلف وهنرجع تاني. خلاص كده. آه هو دوت المسافة اللي احنا اخدناها. بس كده. الحديقه زي ما انا قلت لك، انا عملت لك الفيديو دوت. لو انت عايزه تشوفي حديقه الحيوانات بالتفصيل هسيب لك الفيديو كامل. كومنت تحت على الفيديو ده، هسيب لك الفيديو كامل ساعه تقريبا بكل تفصيله في حديقه الحيوانات، حتى جبليه القلعه مصوراها بالتفصيل. بس كده، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.